بشوية الخرز دول هنعمل مع بعض اجمل اسورة طبعا للمبتدئين. زي ما انتم شايفين ده خرز كده الوان. الاسورة اللي هعملها الوان طبعا عشان المبتدئين اللي حابين بقى يعرفوا الطريقة. طريقة سهلة جدا 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 وبسيطة، وبكونات يعني بمكونين اتنين، مش اكتر ولا اقل. تمام. وانا هشتغلها بالخيط نمرة 6، وطبعا ده خيط طبعا ده مطاط. تمام يا امارات، الخيط ده مطاط. تمام. وزي ما انتم شايفين كده طبعا مش هحتاج حاجة تانية غير دول بس، يعني الخرز والخيط. ده بقى كلامي للمبتدئين بقى يا امراض، اللي هم ايه اول مرة طبعا يشوفوا الطريقة ديت. وطبعا طريقة مفيش اسهل من كده. اول حاجة بقى نسمي الله كده ونصلي على رسول الله، وناخد حتة ايه بقى، حتة خيطة طبعا على قد المقاس اللي انا مش هقطع الخيط. تمام. هبتدي احط بقى ايه الخرز، احط هنا الخيط ده نمرة 8، هيمشي مع الخرزاية دي نمرة. الخرزاية دي عشان محدش بس اللي ما يعرفوش دي نمرة 8. تمام. ماشية مع الخرز طبعا نمرة 8، عشان بس محدش يتلخبط. وده طبعا الوان خرز اسمه خرز الوان. تمام. طبعا بتجيب الالوان اللي انت عايزاها. ده طبعا كلامي خاص للمبتدئين طبعا اللي لسه بيتعلموا. جماعة حبايبنا الحلوين الامارات دول اللي بيتابعونا، اهم حاجة تعملوا لايك بقى للفيديو واشتراك للقناة، علشان اي حاجة بنزلها جديد توصلكم على طول وتشوفوها. واهم حاجة كمان تنسيق الالوان على حسب اختياراتكم طبعا. انا بس بوريكم الفكرة مش اكتر. طريقة سهلة هي وبسيطة جدا على فكرة، اي حد ممكن ينفذها. انا هنا مش قطع الخيط سايباه. تمام. انا ما قطعتش هنا الخيط، سايباه خالص طبعا في البقرة، ما قطعتوش تاني. ماشي. هنقطعه في الاخر. تمام يا امارات. فبقى بتدخلوا الخرز كده، وبتنسيق الالوان. اهم حاجه الالوان معاك تكون مظبوطه، علشان شغلك يطلع مظبوط. اهم حاجه الالوان تطلع معاكي مظبوطه زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا انا عايزه اقول لكم بتحطوا بقى على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه طبعا. الخرز بقى ده اسمه خرز ده زي الكريستال كده الوان. ده طبعا بيجي بالكيلو او بيجي طبعا هو بالميزان عامه. عشان بس اخواتنا المبتدئين اللي بيسألوا بقى على الخرز والحاجات دي كلها، عشان بس ايه شفت كده تعليق ان حد برضو سأل عايز يعرف الكريستال ده ايه نظامه بيجي ازاي. فطبعا ده زي ما قلت لكم بيجي طبعا بالميزان على حسب طبعا، بيجي بالجرامات او بيجي ده، وبتجيبي بقى على حسب الحاجه اللي هتعمليها. فانتوا بقى يا حلوين لو هتعملوا طبعا لو هتعملي حاجه كبيره هتاخد منك كميه كبيره. فانت بقى بتجيبي ايه، بتجيبي كيس او بتجيبي كيلو على حسب الحاجه اللي هتعمليها، سواء هتعملي شنطه او هتعملي طبعا مجموعه اساور طبعا كتير. فبقى ايه بتجيبي الحاجه اللي انت بتبقى على حسب زي ما قلت لكم. انا حطيت هنا اهو زي ما انتم شايفين كميه، بس الكميه لسه على حسب المقاس. فهي كده المقاس صغير برضو لسه، فهحاول ادخل الكميه كلها علشان بس الشغل يطلع معانا مظبوط. وانا قلت لكم طبعا الالوان كلها دي طبعا في نوع تاني من الخرز ده مطاط، فممكن تشتغلي بيه برضو عادي. انا عارفه الخرزه ديت بتبقى بتلمح كده وبتدي كده منظر شفاف. طبعا الخرز شفاف زي ما انتم شايفين كده اهو. ده كده شفاف يعني مش خرز اللي هو في منه انواع كتير. طبعا شايفين كده انا طبعا بلبسها كده احتاج كمان خرزايه او خرزتين على حسب برضو.
طبعا الخرزك منها كده الوان في بعضها فبتدوخ شويه، فده الطبيعي يعني بتاعها عادي خالص. شايفين كده اهو، انا عملت حطيت كميه بس المقاس برضو انا لسه بشوف المقاس هيطلع معانا عامل ازاي. اهم حاجه مقاس الاسوره يطلع معانا مظبوط تمام اهوت. شايفين طبعا الطريقه سهله جدا اهي، ما خدتش معايا اي وقت اهو بالنظام ده كده. فطبعا هشوف الخراستين اللي طلعوا لحد هنا، وانا هقص طبعا الحته دي تمام يا امارات. وبعدين بقى هعدي بقى ايه الحبه دول كده، هعديهم من هنا من الطرف التاني تمام كده، واحط برضو الحبايه ديت علشان طبعا منظر الاسوره يبقى كويس. انا خدت حته مناسبه جدا بعد بقى ايه، بعد ما مليت نص الاسوره تمام، بعد ما حطيت نص الاسوره تمام اهي. الخيط بقى انا حمصتنه. انا عايزه اقول لكم بقى الخيط ده على فكره النوع التخين اللي هو الكويس. طبعا انا عايزه اقول لكم ان هو طبعا يعني جامد محدش يقلق منه تمام كده اهوت. فاحنا قيسي بقى علشان طبعا احنا مش عايزين ان هو مثلا يبقى حابك على الايد زياده عن اللزوم تمام، مش عايزين يبقى حابك على الايد زياده عن اللزوم. فاحنا بقى ايه، انا خدت اهوت المقاس اهو. فعايزين بقى نعدهم مع بعض كده نشوفهم كام واحده. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 طبعا. شايفين كده انا بقى ايه عشان تقيسي بقى مظبوط قبل ما تربطي وتشوفي الكلام ده كله، بتقيسي كده الاسوره تمام هي كده 100. وبعدين اخدت معايا كام 21 طبعا حبايه من الخرز. انا هعمل ايه، انا هربط كده واشد في نفس الوقت عشان افرغ الايه الرباط من بعضه، عشان الرباط ما يكونش كابس على بعضه تمام. فاحنا ايه بقى هنعمل ايه، ادي اول ربطه تاني ربطه كده، واعمل كده كل ربطه بنعملها كده بنشد الخيط عشان طبعا تاخد راحتها في ايه في الربطه تمام اهي. شايفين منظرها تحفه، الالوان كمان عاطيه منظر جميل جدا، وكمان مش هتبقاش مشدوده على الايد زياده عن اللزوم تمام يا امارات اهيت. كل ما بربط ربطه بعمل كده علشان ايه الشغل يطلع معانا مظبوط كده بالنظام ده كده. طبعا مفيش اسهل ولا احلى من كده طريقه اهوت. بشد كده وبعدين هي كده خلاص تمام معايا 100. هنشد بقى ايه، انا ربطتها كذا ربطه وهربط كمان ربطه علشان تطلع، عشان تبقى مشدوده حلو ومحدش طبعا يعرف يقطعها. وفي نفس الوقت ان هي طبعا مش طبعا ايه مش هتكبس على ايد جامد تمام كده اهو. كده خلاص طبعا الزيادات ديت طبعا انا مش هنرميها بشيلها كده زي ما انتم شايفين. شايفين كده خلصت معايا منظرها جميل جدا اهيت، ما خدتش معايا اي وقت خالص. اتمنى لو الطريقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي حاجه بنزلها جديد توصل لكم على طول. واتش فواك باي باي.